السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حلقة جديدة من قناة كريزي مامي. النهاردة ان شاء الله حلقة كده من الحلقات الحلوة، يا رب ان شاء الله انها تعجبكم. طبعا في ظل ارتفاع اسعار الفراخ اللي احنا مش عارفين موديانا على فين دي، كل يوم بتعلى ب5 جنيه. النهاردة واصلة 70 و75، وبيقولك هتزيد 5 جنيه بكرة كمان. فالاسعار بقت رهيبة، فلازم ندور على حاجات يعني موفرة شوية. فالنهارده في فيديو النهارده هنعمل فيه وصفه حلوه قوي، يا رب ان شاء الله انها تعجبكم. تابعي الفيديو معايا للاخر، ويا ريت تقولي لي رايك في كومنت كده تحت الفيديو، تقولي لي الفيديو عجبك ولا ايه. ان شاء الله الفيديو يعجبكم. يلا بينا على طول بقى نبدا الفيديو ونشوف هنعمل ايه مع بعض النهارده. يلا بينا على الفيديو. طيب الوصفة بتاعتي النهاردة أنا هستخدم لها صدر فرخة واحد بس، مش أكتر من كده. ده عايزة أقولك وزنه أقل من كيلو، تقريبا كيلو إلا ربع، يمكن أقل حاجة بسيطة. هعمل فيهم إيه؟ هبدأ اللي أنا أخليهم من العظم والجلد وهقطعهم قطع صغيرة. بصوا بعد ما قطعتهم دي الكمية اللي طلعت معايا من صدر الفرخة. هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ بقى هجيب الكبة بتاعتي أهي، وهبدأ ان انا اضيف بقى صدر الفرخة ده عشان افرمه. هبدأ بقى دلوقتي احط ايه، جزء جزء كده في الكبة. مش هحطهم كلهم طبعا مرة واحدة، عشان ايه يعني نحافظ على الكبة. فهبدأ كده احط ايه جزء جزء اهو. هضرب بقى شوية دول، ولما يتضربوا هبدأ اضيف عليهم الباقي اهو. وهزود بقى شوية شوية لغاية ما اخلص كمية الفراخ كلها عندي اهو، زي ما احنا شايفين كده. المهم بقى خلاص فرمت كمية الفراخ عندي. ايه المكون الاساسي اللي هضيفه عشان نزود الكمية شوية؟ ده كوباية فيجيتار من عند عطار. طبعا تجيبيه من عند عطار يكون عليه رجل كده وبيشتغل كويس، عشان الفيجيتار يبقى طعمه حلو ويبقى طازة وميبقاش متخزن عنده. تمام. ده هضيف ايه؟ ده كده هضيف نص معلقة مرقة دجاج فورية برضو سايبة من عند العطار، برضو يكون عطار كويس زي ما قلتلك. هضيف كمان ايه؟ هضيف معلقة لبن بودر، ده بيخلي الطعم حلو قوي كمان. آم، بس انا مكانش عندي للاسف غير اخر معلقة فهضيفها. طب احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بنعمل اللي شفتوه معايا في اول الفيديو، البانيه بس بتاع الشركات زي اطياب وكوكي والحاجات دي. وطبعا احنا هنعمله في البيت بطريقة انضف واوفر. وكمان هنعمل طبعا ايه كمية عن العلب اللي هي بتبقى 6 قطع دي و7 قطع. تمام. طبعا كل ما هتزودي كمية الفراخ كل ما هتزيد معاكي. هبدأ بقى ايه اضيف الفيجيتار، مش هحط الكمية كلها مرة واحدة. انا صدر الفرخة ده هحط له كوباية. تمام. احط كده شوية مية صغيرين، عشان بس ايه عايزة الخليط في الاخر يبقى ناعم كده قوي معايا. تمام اهو كده. نضرب بس كويس عشان نتأكد ان كله اختلط ببعضه. وهبدأ اضيف الفيجيتار تاني اهو. انا حطيت الكوبايه بالظبط على مرتين. وهحط كمان شويه ميه صغيرين، بحط تقريبا معلقتين ميه في كل مره. وهبدا اضرب تاني عشان كل الحاجات دي تختلط مع بعض كويس، ويبقى عندي في الاخر خليط متماسك وفي نفس الوقت ناعم، نقدر اللي احنا نشكله براحتنا. تمام اهو كده زي ما احنا شايفين. بصوا بقى هوريكم شكله بعد ما اتضرب اهو. بصوا اهو بيتشكل معايا، هو طري وناعم جدا. تعالوا بقى هننقله في بولة ونبدأ اللي احنا نشتغل بقى مع بعض فيه. نقلت اهو في بولة كده زي ما احنا شايفين، دي الكمية اللي طلعت. طبعا انا مرضتش ازود الفيجيتار اكتر من كده، عشان هو صدر فرخة عندي وحيد يعني مش كتير، واقل من كيلو زي ما قلت لكم. خلاص. فقلت ايه، لا هو كفاية عليه بقى ايه الكوباية دي. واخد قطعة كده وقلت ايه ابدأ بقى اشكلها كده معاكم اهو. هو انا مكنتش واخدة بالي بس ايدي مش واضحة للكاميرا، فبوريها لكم. تقدري تعملي السمك اللي انتي عايزاه. خلاص اهو واحدة كمان
لقيت نفسي مش عارفة بصراحة اشتغل بالجلافز، فروحت قلعاه وغسلت ايدي كويس واشتغلت بايدي اهو. تقدري بقى ايه تعملي ممكن تعمليها ناجتس على فكرة برضو، هتبقى حلوة. ممكن تعمليها برجر، يعني بصوا اي حاجة ممكن تعمليها، بس احنا هنعملها النهاردة البانيه اهو. شكل واحدة تانية معاكم اهو. بصي دي انا رفعتها شوية، انا حسيت الاول اتنين كانوا تخان قوي، وهو ايه يعني ما تعملهاش لا رفيعة قوي ولا تخينة قوي، خليها كده ايه السمك المعقول يعني اهو. السمك ده كده حلو قوي. وفرشت كيس نايلون، قطعته وحطيته على الصينية وفرشت عليه. الصدر بتاع الفرخة ده طلع معايا 12 قطعة من البانيه وحجمهم حلو جدا. تمام. هبدأ بقى دلوقتي هجيب ايه بقى عشان اعمل الطبقة الخارجية ده. هستخدم ايه؟ هستخدم اللي هو انا معرفش ليه هم مسمينه كورن فليكس، طبعا هو مش كورن فليكس خالص، بس هو ده اللي هو المفروض اسمه كريسبي، بس هو اي عطار مسمينه ايه كورن فليكس. انا حطيته في الكبة كده اديله طحنتين بس عشان انا مش عايزاه ينعم طبعا قوي، وحطيته بقى في الطبق اهو زي ما احنا شايفين. ومعايا هنا طبق فيه مية. تمام. وهنبدأ بقى، خدت اول قطعة اهو وهبدأ احطها في الكريسبي، وهقول لكم ايه الحاجات اللي نفعت معايا وايه الحاجات اللي ما نفعتش معايا. تمام، عشان اقول لكم الوصفة بكل تفاصيلها يعني. ببدأ احط كده اهو قطعة الفراخ في الكورن فليكس. طبعا الكورن فليكس غير البقسماط، او معرفش يعني الكريسبي ده مش الكورن فليكس، غير البقسماط ما بيمسكش قوي في الحاجة. فبتفضلي تحطي كده كذا مرة لغاية ما ياخد طبقة كويسة. المهم انا حطيته ايه في المية. كنت لما شفت الوصفة دي كانت بتحطه في المية وترجع تحطه في الكورن فليكس. انا بالنسبة لي الحركة دي يعني ما بعد ما عملت منها شوية ما كملتش بيها. ليه بقى؟ الفراخ اصلا ناعمة، فاهمين؟ فما بتتحط في المية بتبدأ انها تتقطع. يعني بصوا لو خدتوا بالكم في حتة هي اتقطعت معايا، وبرضو قلعت الجلافز عشان اعرف اظبطها. بصوا اهي. فكملتها عادي، وبعد كده كملت تشكيلها تاني. هي انها تتقطع مش مشكلة، انت بتشكليها تاني ما فيهاش مشكلة خالص يعني. تمام. فبقولك انا لما حطيتها في المية يعني ما نفعتش معايا. المهم واحدة كمان اهو هعملها برضو بنفس الطريقة. سيبكوا بقى من النعكشة اللي حصلت على الرخامة دي، عادي كله هيتنضف دلوقتي اهو. بصوا بقى دي انا ما عملتهاش بمية، حطيتها في الكريسبي ده، وقعدت اللي انا ايه احطها كده كويس واضغط عليها. طب وانتي بتضغطي عليها خلي بالك عشان ما ترفعش منك قوي. وبدات اقلبها كده في الكريسبي ده، من الجنب ده ومن الجنب ده ومن الناحيه دي ومن الناحيه دي، علشان كله يبقى فيه الطبقه بتاعه الكريسبي. طبعا الحاجات دي في منها حار وفي منها بارد، حتى الفيجيتار نفسه في منه حار في منه بارد. انا بالنسبه لي الطريقه اللي هي من غير ميه دي كانت بالنسبه لي احسن 100 مره من طبقه اللي انا احط ميه وارجع احط تاني في الطبقه بتاعه الكريسبي. المهم طاسه بقى على النار، وتعالوا كده نجرب مع بعض. نقلي كده كام واحده ونشوف شكلهم هيبقى ايه. طاسة على النار طبعا، والزيت ما يكونش سخن قوي يعني يكون معقول كده. وبدأت انزل بالقطع بتاعة الفراخ بتاعتي اهو. بصوا شكلها. كمان على فكرة انتوا لو صغرتوها اكتر من كده هتبقى كويسة وهتدي عدد اكبر، لان لما بتحطي طبقة الكريسبي بحس انها بتكبر اكتر يعني. المهم حطيتها اهو كده، دي اول ناحية استوت ودي الناحية التانية. هقلب كمان كده. الماسك ده معرفش اتحرق وليه وانا شغالة بيه، بس هحاول انضفه بقى، واذا منضفش هضطر اشتري واحد تاني. المهم انا عملت كام قطعة والباقي كده حطيتهم في طبق اهو. حطيت كيس نايلون وعليه كمان طبقة من فوق عشان لما احب اطلعه يبقى سهل معايا على طول. خلاص. وادي اهو قطع البانيه. ولا تقولولي بقى اطياب ولا كوكي ولا اي حاجة. تقدري بقى تعمليه سندوتشات، تقدري تعمليه. انا كنت عامله النهارده معاه رز ريزو وحطيته جنبه. هنا بقى معلش الموبايل كان خلاص بيفصل، فالفلاش ما كانش شغال، فاعذروني بقى في المقطع ده معلش. ادي كده شكل الفراخ، كانت حلوه جدا. فلاش والله مقصر فيها جدا.
ومش غامقة قوي كده. بصوا هقطع معاكم قطع كمان واوريكم شكلها من جوه عاملة ازاي. طبعا انتي عارفة انتي عاملاها ازاي ونضيفة ومعمولة في البيت، وبصراحة كان طعمها حلو جدا. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبك بقى الفيديو بتاع النهاردة متنسيش بقى اللايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان الفيديو يوصل ان شاء الله لأكبر عدد. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير. باي باي.